برياني. أول إشي بنجهز الخضار، بصل بنقطع شرحات جوليان، بطاطا بنقطعها مكعبات، بندورة بنقطعها برضو مكعبات، نعناع بنقطعه فرمة خفيفة، وكزبرة فرمة ناعمة بنحطهم على جنب. بنجيب دجاج، أنا هون استعمل دجاج بعظم، تقدروا انتوا تستعملوا دجاج مسحب، وبنعمل فيه جرحات غميقة. بنزل معلقتين كبار سمنة، نتركهم يندوب شوي. بننزل البصل، بنقلبه منيح لحد ما يتحمر. طبعا ما بدي اياه يتحمر كثير، يعني هيك مناسب، ونحطه على جنب. بنفس الطنجرة بننزل البهارات. أنا هون استعملت نوعين من البهارات، بهارات حب اللي هم لومي، قرفة، ورق غار، هيل، كمون، قرنفل. بهارات مطحونة، ملح، فلفل، كاري، كزبرة، بهارات برياني، بهارات السبعة ومسالة. بنحركهم منيح. بنزل الدجاج على وجهه عشان الجلد بدي ياخد لون ويسحب النكهة لجوا. بعد ما يتحمر شوي بنقلبه عشان النكهة تدخل من الجهة الثانية وتتحمر. بعد ما تطبخ شوي بننزل البطاطا، بنقلبها منيح. البطاطا بتاخد طبعا أكتر وقت، فبننزلها أول إشي. بنضيف عليها زنجبيل ناعم بمعيار معلقتين، تومة بمعيار 3 معالق، تمر. أنا هون استعملت 6 حبات، قطعتهم مكعبات صغيرة، وبتقدروا انتوا تضيفوا حسب الرغبة. ننزل عليهم اللبن، بنقلبهم منيح. بننزل البندورة، وهون أنا حسيت بصراحة إنه المعلقة اللي معي مش نافعة، فجبت معلقة خشب إنه صار الحمل تقيل. بنقلبهم منيح. بننزل كاسة مي سخنة، ونغطيهم، وهاي بعد ما غلوا. ننزل نص كمية البصل، وهيك بكون جهز. ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب، وتعطونا رأيكم بالكومنتات. نحطه على جنب.
وهون جهزت رز مشفول، استعملت عليه نفس البهارات الحب اللي استعملتها بصوص البرياني. وهلا بنجهز طبقات. بنفس الطنجرة اللي كان فيها صوص. وهلا بنطبق الطبخة على بعض، طبقة رز وطبقة صوص برياني. بعدين بنحط نعناع رشة خفيفة، بنحط كزبرة، وننزل ليمون. بنكرر هاي العملية لحد ما يخلص عندي الصوص والرز. آخر طبقة ضروري تكون رز، ننزل عليها بقية البصل، بقية شريحات الليمون، ونرجعها على النار. نعمل فيها 3 خزوق. وأنا هون كنت مجهز ماء ورد وصبغة زعفران. ننزل بالخزوق اللي عملناهم، والباقي بنوزعه بشكل عشوائي على الرز عشان اللون. بنغطيها لحد ما بخر المي. هيك شكلها بكون جاهز برياني.